بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. walaalayaal waxaan marka hore ku mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. walaalayaal waxaa runtii wax lagu farxaa in maanta waxa weeyaan xaflad loo dhigtay quraanka Allah subhanahu wa ta'ala. waa arin markaa lagu farxaa inay markaa waxa weeyaan caruur da'doodu ay aad u yartahay in kitaabka Ilaahay markaa waxa weeyaan ay xifdiyaan. walaalayaal quraanka maanta aan iskugu nimid inaanu dhageysano iyo waxa weeyaan caruurta markaa la xifdisiyay qaabka loo xifdisiyay, walaalayaal runtii waa nimco aad iyo aad markaa u weyn. walaalayaal quraanku wuxuu soo maray maraaxil aad u kala duwan. quraanka wuxuu soo maray waqti nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadu ay la dhuuman jireen aqrintiisa magaalada marka aysan ku muujin karin. maantana waxa Ilaahay mahadiisi ah quraanka meel walba in lagu aqrinayo oo xaflad loo dhiganayo oo markaa muslimiinta la xifdisinayo ay xifdiyaan. waa nimco aad iyo aad markaa u weyn. walaalayaal zamankaanu ku sugannahay iyo waqtiga aanu joogno dadku quraanka aqrintiisi iyo xifdigiisa iyo ku tadabburkiisa iyo in loo xukun tagaa iyo in lagu amal falaa waa ay ka tageen badankooda. sidaa daraadeed walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisi ku sheegay in nabiga calayhi salaatu wassalaam maalinta aakhir ummadiisa qaar uu ka dacwoon doono sida ay ku sugan tahay kama fi suurati al-furqaan. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحو رسولك ليه عليه الصلاة والسلام يا ربي ربي جيجيو إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ربي جيجيو ددك قرآنك وحي كدكتان من مركا لقاها هاتشرة. ددك قرآنك ما حفديان ما برتان كما دلالان وما حكم تقان كما عمل فلان كما تدبران. الدنيا سيسكا مشغول سيهين غفلة يكون جيران. ولا لي القرآن كان ذو جيدان. قرآن كان ذو جيدان وكلام رب العالمين. وإنه واجب إن نضنين اهتمام سينه. رسول كان عليه الصلاة والسلام وآدي نقبوريي إن القرآن كأغرنتي سيكون دلالنو. وحو النبي يري عليه الصلاة والسلام سيدا وكسغن حديثك في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحو النبي يري عليه الصلاة والسلام اقرأوا هذا القرآن واردلوا قرآن كأغرنتي سيكون دلالة قرآن كأقرية فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. محايا القرآن كوحو إيمانا يا مالك آخره أصدق الشفاعي دلبا يا أصحابتي صدقك آخرين شري الدنيا دو مركا إيجوغين آخرين دا قرآن كود دارين شري قرآن كأشفاعي دلبا يا هذا بولا ليال هدي أنو ربنا قرآن كإنو ناشفاع مالك آخره آخرين تيسيانو كود دال آخرين تيسيانو لا إيمانا ولا ليال سيدا درادة دي ولا ليال وحان إسكو بورينينا إنا نكود دالنا آخرين قرآن. وحو النبي يرى عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة مالنتا آخر وحا كان يا قرآنك إي أهل كيس دادك مركا آخرين شري أو مركا كو عمل فالجرم أيضا مركا أوها رئيسة سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما كان آخرين شري بيؤد داريا ويؤد داريا سيدا درادة ولا ليال
أقرنت قرآنك وإن آدي وقد ذلنا الإمام محمد إبراهيم التويجر عليه رحمة الله وحيري قرآنك برشديسي إيه إن دتك اللبر الله أغريه ومن أفضل الأعمال أعماش كان أقف اللي قبضا ويا بل من أجل الطاعات وحيابها إله اللي أطاعه كوه وين كجرا قرآنك ولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام أقرنت قرآنك وكنت ذلك شيء آدي وكنت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ولا ليال قرآنك وحبها هي إلى عناية وجهد ووقت إن قرآنك لدنيو مال على ماشي قرآن لقول شيء إن مركا وحويا لتجو أدتكم مركا آدي ودنيا وجهد إن مركا إن لقول دلالو ووقت إن قرآنك مركا إن وقت للصيو ويحتاج إلى فهم قرآنك وحبها هي ولا إلا فهمه وحبها هي إلا فهمه وإلى حضور قلب مركا لا أقرنها هنا إن قلبك مركا لا صو حاضريو ولا ريال سيدا سويا أقرنت قرآنك سيدا إلى الشيخ صالح بن فوزان عليه رحمة الله ولذلك ولا ليال وحي علماء تلادا سيدا إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله سقط المامة هي مهمة قرآنك يدينت إلى وحيري من أراد الدنيا وفي السرى من أراد الدنيا فعليه بالعلم قفك ربا الدنيا إنه الدنيا هلا الدنيا هو سيسئني اعتماد قفك ربا فعليه بالعلم علمك قرآنك هلازمه ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم قفك آخر ربنا علمك هلازمه ومن أرادهما قفك الدنيا آخرة اسكر ربنا علمك مركا هلازمه إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله ولذلك ولا ريال الإمام النووي إيا الصيودي وحي صاقوريين نسيان القرآن قرآن كلا قتغو لا إلوبا إني كمتاي كبيرة من الكبائر ذنوبتك هو وي إمسا قرآن كحفظ سيضايا علي إمسا قرآن كبرتي ولا ريال آنو الدناي أو قرآن إسكاقتغا ذلك قالوا وحي كليين قرآن كإنتان قرآن صادقت حدات هذا لم يكن آخر ما آخر كريو يا سبحان الله هذه مصيبة يا عباد الله تنوى مصيبة وين ويان تذكري قرآنك أي كتغان ولذلك ولا ليال القرآن هو إن الاهتمام سينا وآدي مركا أن أضنينا قفك الرب الشرف الدنيا مد آخرة قرآن كي علمي أن أضنينه ولا ليال قرآن هو حدك ما متشره وحلا لبر بديه كلام متشره قرآن كأنه كد ذانا ولا ليال ولذلك ولا العلماء وحي تلاذا سيدوا إلى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قرآن كوحا لو صدجي سدح حرمات با لو صدجي التعبد لله عز وجل بتلاوته إن إله إلا عابده أقرنت قرآنك ولا للأقرنت سوى عباده إنها أتكفر إنيس كتابك وعباده قعمها أتكسوق وتي وعباده إنت يرى قلبك أتكوى إليه سوى عباده التعبد لله عز وجل بتلاوته طلب وحويان إن معناها قرآن كبرك لبرت أودتكو أي كد دلالات أنت صدق هذه القرآن كله صدق جوا الاتعاد به إلا هو نقاط أدتكو أي كوا نقاطان قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن كان وحل لو صدق ولا ليال إن آياتك سلوكو تدبره أو مركا دتك عقلك أصاحبك إني كوان سماء أي كوان نقاطان أنت كذب ولا ليال والدين تأبد كودي قرآن كبرا الله سبحانه وتعالى أكتسى لك كرامين يا مال انت آخره محا كوانا أكسن إن إلهي أكتسى لك شرف الدنيا دواجه عيشة عددك ماموس شرفت اللي أكتسى لك شرفه لكن محا كوانا أكسن إن إلهي أكتسى لك قيمة تبارك وتعالى كوا قرآن كحفظية وحويا والدين تأبد كودي قرآن كبرا مال انت آخره وحا الله حريتاج ولذلك وحنا يقول عليه الصلاة والسلام إن والد لسينيو وحوسا كسبا مركز والدك وحوليا يا ربي يقول حنادسي سيفضلك عن حقيقة كسبا مركز سؤال وحوليا ولدك هبل أما واتقنا قبل هذه وهبلاي بأصوبا إن الوحنا هشو ولذلك ولا ليال قرآنك وإن اهتمام سينا هذا الكنوان فربديي علماء وحويان إيقا علمي بدالك ويفدسا مركا وحي أنا أصيبي فمن الله سبحانه وتعالى وحي أنا قفينا فمني فمن الشيطان مركا ولا ليال وحا انتا كدب السيبورين يا
إن وحويان عرورة القرآن كلا حفظي والدينته وحن لا يه المعلم كوحو إذا كم مدنيا هالسيد ولاد كأوشاقي إلا تحقليه نكي نادم كوحو إذا أفادتك الإنسان بفائدة هدي قف إنسان فائدة وكو فائدة يوم من العلوم تكملة فلازم شكره أبدا لازم إن تكشك نسمر ولبا أو إن تدعيسو أو وحويان أبو المرين أصيصو قارية مركا ولا القرآن كو وحودك ما مجرو dadku in badan quraanku way moogayeen aqrinta quraanka aanu ku dadaalno qof walba anaga inaga mid ah walaalayaal qof kasta anaga inaga mid ah quraanka aqrinta sunu ku dadaalno halka aanu ku jirno walaalayaal waxaan baraarujinayaa waa baytullah waa guriga ilaahay waa in la karaameeya buuqa iyo hadalka laga daaya danta iyo jeedada aanu u nimaanay walaalayaal waa inaan waxa weeyaan fiirsana oo guriga ilaahay la sharfo hala weyneeyo wallahu subhanahu wa ta'ala alam